السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. بإذن الله النهاردة هنعمل بسكويت النشادر، ولكن هو على طريقة حماتي، طريقة مجربة 100% من سنين طويلة. إن شاء الله احنا هنعمل كمية 10 كيلو، بس في آخر الفيديو هقول لكم على كمية لو اللي عايز يعمل كمية 2 كيلو بحاجة بسيطة. ويلا بينا نشوف الفيديو. دي كام سمنه يا ماما؟ 2 كيلو ونص. ماشي، ده عمل 10 كيلو بسكويت. 10 كيلو دي للبسكويت. دي 2 كيلو ونص سمنه تكون جامده، يعني حطيناها في التلاجة تمسك نفسها شويه، بعد كده بنضرب فيها دلوقتي بالايد، ممكن بالمضرب الكهرباء. ودي يا ماما دي السكر البودره، خليه عشان ما يبقاش فيه اصبرين طب يلا ميضه. طب يلا اهو. بندخل السكر عشان ما يبقاش فيه خشن. ماشي، الخشن نحوش عشان مش هيدوب، هيبطل في الذوبان يعني. ده يبقى ناعم جدا حتى بعد ناعم. ايوه ماشي، قبل ما نحطه مع السمنه. السكر كام ده؟ 4 كيلو سكر. 4 كيلو لل10. ال10 كيلو عليهم 4 كيلو سكر. هنضيفهم على 2 كيلو ونص سمنه. السمنه انضربت كويس بالمضرب لوحدها، بعد كده بنضيف السكر. ده السكر الناعم المطحون هينضرب برضو مع السمنه لما يمتزج مع بعض ويبقى قوام كريمي. نقلبه كده بس هو مصفي عشان ما يعملش عفره. خليها اعملها، خلي هلا تعمله ماشي. هديلهم الاول بايدك يعملوا وبعدين هنضرب بالمضرب. اضرب زي ما انت كنت تضرب يا امير. ايوه اضرب، انه لا يمكن المضرب هيجيب ولازم ما يعمل في الاول بس. ايوه لا مش حاطين. مكتوب عليها وراني بقى. دلوقتي بتضيفي ايه يا ماما هنا؟ جوز الهند اللي هي السايله. دي روح جوز الهند من عند العطار، هنحط ازازتين وازازتين كمان روح. وري كده. دي روح السمنه البلدي، مدينا ازازتين وازازتين من روح جوز الهند. فهم كده 2 روح سمنه بلدي و2 روح جوز هند، مع ان احنا عاملين بالسمنه البلدي برضو، بس ايه يعني زياده طعم بقى ونكهه. وجوز الهند ده، وهنضيف هنا حوالي ده ربع كيلو من جوز الهند المبشور الناعم. ده ربع كيلو على المقدار اللي احنا عاملينه. طبعا انت لو هتعملي اقل من كده هتقسمي الكميه على النص. وهنقلب بقى الخليط ده. هنضيف 30 بيضه لمقدار 10 كيلو. ده طبعا البيض الكبير، البيض الاحمر ده، البيض الاحمر الكبير. لو البيض الصغير البلدي 60 بيضه يبقى 60 بيضه، الضعف. يعني البيضه من دي ب2 من البلدي الصغير. هنكسرهم كده هنا في طبق وهنضربهم بالمضرب الكهربي لوحده، وبعد كده هنضيفهم على السمنه بالسكر بالجوز الهند بالحاجات اللي حطيناها. وهنضيف عليهم هنا الفانيليا. ده احنا جايبين ب5 جنيه فانيليا سايبه، فانيليا خام. هنضربهم بقى بالمضرب الكهربي لما يعملوا معانا فوليوم ويعلى معانا القوام. ده خلاص كده البيض انضرب. وهنا دي كده بننخله عشان لو في اي حاجه تطلع معانا، وحتى لو هو نضيف عشان ندخل فيه هوا ويدي قوام للبسكوته تبقى هشه وجميله. اتفضل. دلوقتي هنضيف بقى البيض. طب استنى، طب قول انت يلا. مالي ضيف البيض على السكر والسمنه. ماشي، بعد ما اختلطه كويس وبقى قوام كريمي. ده البيض اللي ضربناه لوحده. هاتي تودي فين؟ عشان ما يقعدش الحته بقى. امسحي انت اللي في ايدك خساره. وهيتقلبوا مع بعض كويس. دلوقتي بقى هنضيف الدقيق ال10 كيلو. هتضيف عليهم 2 باكت من البيكنج باودر. دي خميره الحلويات. هياخد 2 بيكنج باودر. 2 بيكنج باودر. ضفناهم كده على الدقيق كده واتقلب مع الدقيق. ورينا بقى هنا هنضيف دلوقتي النشادر، لان ده بسكوت نشادر بس بنضيف معاه جوز الهند. يعني جوز الهند اللي ضفناه في الاول عادي بنضيفه مع النشادر. هو دي النشادر. هو عند العطار انتوا
ايدينا شادر كده بننخلها برضو. العطار انتوا بتقولوا له على الكميه اللي انت هتعمليها. تقولوا عايزه خميره 5 كيلو، عايزه خميره 3 كيلو، عايزه خميره 10 كيلو، هو بديك المقدار بقى بتاع النشادر، بتاع روح جوز الهند، البيكنج باودر، الحاجات دي كلها. كيشكورك ولا كل ما ينضغط كيشكورك يجعل ملح سكرك. قولي تاني كده، قولي المثال ده كده يا ماما تاني. كل من شافك، كل ما انضغط يشكرك. كل من دقك يشكرك. وملحك يجعله سكرك. لو ما بنحطش ايد عليه ملح. وتدينا ايه؟ مفيش حتى ذرة ملح ولا الدقيق؟ لا 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 لا. لا 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 لا. في طبق لبن يا هلا جوه عندك في الثلاجة هاتيه. دلوقتي هنضيف لبن لو حليب، بس بيحتاج مقدار بسيط جدا، يعني نحتاج حاجة تلم العجينة بس. مية ولا عايزة ولا تضيفي كام لبن؟ سنة حبة لبن رشة كده. دي رشة حليب يعني تقريبا كم يا ماما مقدار؟ يعني كوباية كوبايتين؟ كوباية شاي مية وكوباية شاي يعني لغاية لما العجينة تمسك معاكي زي ما انت. يعني بتضيفي مية برضو؟ لا ما بنزودش مية. مقدار كوباية مية طب ليه اشمعنى مية مش كله لبن ما مثلا؟ بتخليها تمسك العجينة تبقى ماسكة. ده تمام. بالمقدار ده نحط عليه مقدار كوبايه واحده من الميه وكوبايه واحده من اللبن. طبعا هي عجينته ما بتبقاش طريه لان ده هنعمله في المكنه. لما بتشوفيه لبست في ايدك وبقت حلوه بتنعمل بقى العجينه. شوفي مش ماسكه في ايدك ازاي لسه اما تلم كده نفسها وتسيب من الطبق وتلم في ايدك. بقول ده البسكوت اللي هينعمل في المكنه وبعجينته ناشفه. اللي بيتعمل بالقمع بيبقى له عجينه تانية طريه شويه عشان ينزل من القمع بتاع الحلواني. خلاص كده العجينه اتلمت وبقت بالشكل ده. بنبدا بقى نلمها كده بايدينا ونعملها قطع عشان دي اللي هتدخل المكنه على قد المكنه. احنا بس نسيبها بس ترتاح مفيش 10 دقايق. هي مفيهاش خميره ولكن بيكنج باودر هترتاح بس شويه وهنبدا نشكلها عليها. هنبدا نلم قطعه كده كده ونمسكها بايدينا. هي بتبقى ناشفه بالشكل ده كده. دي كده العجينه بعد ما ريحت معاكي بتيجي تمسكيها كده في ايدك بتنعم معاكي ولما كده في ايدك مش بتوصل اي حاجه. تفضلي تلمي كده بتنعم معانا. هنشوف كده المكنه. دي المكنه احنا مثبتينها هنا على الطبليه الخشب. ممكن انت تثبتيها عندك على الرخامه على الترابيزه على اي حاجه. هي دي المكنه اصيله بقى لها كام سنه يا ماما معاكم؟ بقى لها عمر حماتك. يعني كام؟ حماتك حداها كام سنه؟ 60. يبقى حداها 60 سنه. المكنه دي من يوم ما انولدتي وهي معاكي؟ حجر الاسد. دي حاجه اثريه. نعم. دي الايد بنحط العجينه هنا كده وبنلف. هنا طبعا الاشكال اللي هي اسمها موس. ايوه دي الشكل اللي انت عايزاه. في هنا شكل النجمه، شكل تاني يا ماما. بتغيري لان ما توصلي للشكل اللي انت عايزاه. احنا بنحب الشكل ده عشان ما نعملهاش عاليه وتبقى تبقى البسكوته خفيفه كده ومقرمشه. صح كده يا حاجه ولا ايه؟ صح. بنقول صح ولا؟ ايوه كده. وطبعا عندنا السيجان هنا. السيجان دي برضو بقى لها عمر مع حماتي. والفرن ونسوي طبعا في الفرن اللي هو البلدي اللي بالغاز بيسعف. طب الحراره بتبقى ايه يا ماما؟ بيولعوا من فوق ومن تحت ولا من الحراره دي ماليش بقى ما هو ده ملوش تايمر بنظبطش. بس يعني درجه هاديه وسط طبعا تبقى حاجه وسط كده. هاديه حلوه. من جوانب الشعله اللي من جوانب والشعله اللي تحت. طب اللي عندهم بوتاجازات يولعوا من تحت بس ولا من تحت ومن فوق؟ لا من تحت ومن فوق برضه بس تبقى حاجه هاديه كده وسط يعني على 170. لو البوتاجازات بياخد قد ايه مثلا في الفرن؟ ربع ساعه كده مثلا. انا مش ماسكين بالساعه. هنا بالبركه كل حاجه بالبركه. يا بركه ربنا. يا بركه دعاك يا امه. فلاحين بس بنعرف نعمل كل حاجه. ايوه. البسكوت دي طريقته يعني طريقه حماتي من زمان جدا. بقى عمر بتعمل البسكوت ده. نعم يعني طريقه مجربه 100%.
والاولاد طبعا هنا ملمومين حوالينا والفرحه بقى ولمه العيال. فرحة العيد. وطبعا حماتي ما شاء الله يا ربنا يديها الصحه بتعمل كميه، لانها مش بتعمل على قدها طبعا، بتدي بناتها وبتدينا وبتوزع على الجيران وحبايبها. دي لسه من من الست الاصيله بتاعت زمان بقى، اللي هو الطبق اللي رايح جاي اللي بدون كده ايه العيال اللي ما عادش موجود يعني دلوقتي الا من رحم ربي. بس يا ريدي مودي يعني ما بتعرفش تعمل الحاجه على القد، لازم بقى تعمل حسابها في الحبايب كل الحبايب. طبعا يعملوا لنا كميه كبيره. ماشي بنضغط كده، ايد بتضغط وايد بتسحب كده، بس دي جت طويله شويه حسب بقى الطول اللي عايزاه، صغيره عايزاها طويله كده، وبتساوي بقى لو فيها اي حاجه بتساويها. وطبعا هنا دي الاشكال المواسي اللي قلنا عليها اللي انت عايزاه بتحطيه، بس هو احسن شكل اللي بيبقى رقيق وخفيف كده عشان البسكوته تبقى خفيفه وهشه، متبقاش تقيله ومليانه. وهنا شكل الفرن ده، الفرن اللي هو بالغاز البلدي، مولعين الجنبين نار هاديه ومن تحت كمان نار هاديه. وادي الصاج اهو في الفرن، بدات الارضيه بتاعته تحمر اهو، تبقى بامبا كده يعني، باقيله بس دقيقه كده ويطلع. برضو الوش بتاعه ما بيحمرش قوي يعني، حاجه بسيطه جدا. احلى حاجه في الفرن ده ان هو بياخد الصاج على بعضه وبيسعف بقى في التسويه. وده شكل النجمه، ده شكل البسكوت النجمه بعد ما استوى. وهنا طبعا اللي بيطلع بنطلعه على مشاننا، حطينا عليها ورق. والبسكوت عشان تدناها معاكي مقرمشه كده وناشفه لازم تغطيها في اكياس، يعني هي بعد ما يبرد كده تعبيها في اكياس زي ما تطلب من الشارع عند الحلواني، وتقفلي عليها عشان تفضل مقرمشه، ما تخليهاش متعرضه للهواء، لو تعرضت للهواء هتطرى معاكي. احنا هنا كده خلصنا بسم الله ما شاء الله وسوينا. هقول لكم بقى لو واحده هتعمل مقدار 2 كيلو، انت لو تعملي 2 كيلو هيبقوا مظبوطين، هيعملوا شويه حلو يعني. انت مش هتعملي كيلو واحد هيبقى شويه من البسكويت. هقول لك المقدار بالظبط. هتضيفي نص كيلو من السمنه الجامده، وعليها بالظبط 600 جرام من السكر البودره اللي هو نص كيلو وشويه. هتضربي فيهم لما يصبح كريمي، بعد كده هتضيفي عليهم 4 بيضات بالفانيليا، وهتضيف شويه جوز الهند. وهو طبعا بتاع العطار لو قلتي له انا عايزه خميره بسكويت بمقادير هعمل 2 كيلو، هيديكي بقى الحاجات دي اللي هي ايه، روح جوز الهند ونشادر وروح سمنه البلدي وبيكنج باودر. يعني على 2 كيلو هتحتاجي بس معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من النشادر، وهتحطي ازازه صغيره دي ازازه بس من روح جوز الهند وروح اللي هي السمنه البلدي. هتخلطي بقى معاهم الاربع بيضات كويس، بعد كده هتنزلي بال2 كيلو دقيق المنخولين كويس، وهتضيفي عليهم المواد الجافه اللي هي النشادر والبيكنج باودر، وهتلمي العجينه. بعد كده هتحتاج معاك شويه لبن صغيرين مقدار نص كوبايه بس، نص كوبايه من اللبن، وممكن ما تاخدهاش كلها. لازم العجينه بتاعت البسكويت بدل ما هتعمليها في المكنه هي بتبقى جافه زي ما انا وريتها لكم كده وناشفه، عشان تطلع معاكي هشه وجميله. المقادير بتاعت الام بتبقى لها مقادير تانية بتبقى طريه، بس بصراحه بسكوتة المكنه احسن بكتير لانها بتطلع معاكي رقيقه. هوريكم برده هنا، شايفين القرمشه واللون بسم الله ما شاء الله، ناشفه جدا. لو قسمت لكم واحده بسم الله ما شاء الله ادوها لكم كمان، قرمشه وجميل جدا وهاشش، والبسكوته خفيفه جدا. شايفين عشان العجينه ناشفه، لو انت طريت العجينه هتطلع معاكي البسكوته تقيله ومش هتدي فيها العلامه دي، لكن كده تديك قرمشه جميله جدا وطعمه والله العظيم رائع رائع، طعمه فظيع بصراحه. كده خلاص قلت لكم على المقادير الاثنين، هتلميها وبتسيبها بس، مش هتتساب ترتاح ولا حاجه لانها ما فيهاش خميره، وهتشتغل على طول. والصاج تمسحيه بس مسحه خفيفه من الزيت، وهتسوي زي ما قلت لك على نار هاديه برده، بتشغلي من فوق ومن تحت البسكوت، تشغليه من فوق ومن تحت.
يعني الصينيه هتاخد معاكي مده مثلا ربع ساعه على نار هاديه جدا على 170 درجه، وجربوه باذن الله وهيعجبكم جدا. دي طريقه مجربه على طريقه حماتي، واللي يجرب حاجه يبقى يصورها ويبعتها لي على صفحه الفيس. بسيب لكم صفحه الفيس بتاعتي في الرابط في صندوق الوصف، ابعتوها لي وصوروا لي حاجه اللي هتعملوها، سواء عملتوا البيتفور او الغريبه او بسكوت او اي حاجه من اللي بنعملها ان شاء الله. ولسه هعمل معاكم كحك باذن الله. اي حد يعمل حاجه يصورها له ويبعتها لي على صفحه الفيس، وان شاء الله هجمعها في فيديو واعرضها له على القناه عندي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان ليتك